السفاح اتمسك بعد ما الشرطه معلمي الزمت امه انها تكلمه تاني، وفعلا معلمي كلمت جابر وشك انه فخ وما جاش. تاني يوم معلمي باسم سمره والظباط قاعدين في المنطقه عند جابر مستنيينه يجي. انسى. بعد ما معلمي تشوف جابر بيودي زينه وصاحبتها هاله الفندق. بعد ما طلع معلمي بعت رساله لزينه بيقول لها انزلي لي لوحدك. بعد ما نزلت له معلمي قال لها هاله صاحبتك صاحبه المنتج ومشيتك من المسلسل، فلازم ما تروحش معاكي خالص. بيقول لها نحط النوم في العصير ونديه لها. بيطلع المنوم ده معلمي سيف. وبعد ما زينه معلمي تدي لصاحبتها بتقع وبتروح فيها. بعدها معلمي الظابط بيسال دكتور نفسي فبيقول له ان هو سايكوباتي وعايش في عالم لوحده، يعني لما تقول له بكرهك كانها بتقول له بحبك، لا ويرد عليها على اساس ده فعلا. يناير 2018 بعد ما هاله معلمي اتكلت على الله بيدفنوها في الصحراء، وزينه معلمي بتخاف وتجري، بس طبعا جابر مش هيسكت، راح ماسك الجاروف وضربها على راسها. فبراير 2018 جابر راح لابن الظابط التمرين وصوره، والظابط معلمي بعدها بيروح البيت ومش لاقي ابنه، فراح ينادى معلمي اللي بيتمرن فين، فجابر معلمي بيبعت للظابط صوره ابنه متكتف ومتكمل، خطف ابن الظابط. بعدها معلمي بتشوف البت اللي عارفاه باسم حسن بتتفرج على التلفزيون معلمي اللي جايب صوره جابر وبيقول له معلمي ان هو مطلوب عشان سفاح. بتنتهي بعدها معلمي على امها اللي بتقول لها نبلغ البوليس، وجابر بيخبط على الباب في اللحظه دي، وامها بصوت عالي بتقول لجابر عرفنا كل حاجه، وجابر فعلا بيخلع. وبسرعه معلمي الظابط بعدها جاب ام جابر الاسم اللي بنعرف معلمي انها كان عندها ابن تاني، احنا ناقصين سفاح واحد لما يبقوا سفاحين، بس الولد ده معلمي مشى في الشمال فامه طردته من البيت. الظابط طبعا معلمي الكلام مش داخل دماغه فبينفعل عليه، ومعتز خدها مشاه. وجابر معلمي بيكلم باسم سمره في اللحظه دي بيقول له معلمي لو عايز ابنك نفذ كلامي بالحرف، فبيقول له بعدها عاوز كام، فبيقول له مين قال لك اصلا ان انا عايز فلوس، انا عايزك تجيب امي لغايه عندي والوحده. قال له اجيبها لك ازاي لو هي مش عايزه تشوفك؟ قال له انت فاكرها زي ابنك مش طايق يسمع اسمك اصلا، وراح مشوح بايده كده. قال يعني مش هو. بعدها الظابط معلمي بيقول له سمعني صوتك، فجابر معلمي بيقول له طول المكالمه زي ما انت عايز كده كده مش هتعرف مكان. بعدها معلمي زينب بتحكي للظابط بتحكي له انا معلمي ساعه ما جابر خلص على يوسف الضحيه الاولى ده ازاي. فبراير 2013 جايب لصاحب يوسف معلمي علبه كشري بيقول له معلمي الفلوس دي ولا حاجه بينا وانت اخويا. يوسف معلمي بيتوجع وبطنه بتتقطع ويقع قدام جابر اللي مش بيبص له معلمي وبيدمع وبينهار من العياط عشان خلص على صاحب عمره. ومش محتاج اقول لك يا معلمي ان من هنا بدات القصه. نوفمبر 2017 مراته معلمي اللي كان حياتها في الثلاجه محضره شنطته معلمي وعاوزه تتطلق، بتقول له الفلوس اللي انت خدتها مني معايا بيها اسرات امان واحبسك يا جابر لو ما جبتش الفلوس. فجابر يعني بيحاول يتصعبر عليها فبيقول لها تحبسي جوزك، فبتقول له انت صدقت ان انت محسوب عليها جوازه اصلا؟ راحت مشوحه بايديها كده قال يعني مش فارق لها، انا بشوف محصل الكهرباء اكتر منك. فبتقول له انها لو عليها ترافقه على الاقل بتقول له هنا مره في الشهر انه الاستفزاز. فراح عليها معلمي وخنقها وخلص عليها. وظابط معلمي بيسال زينه دفنهم فين، اللي بتقول له في بيت كفر الغطاط. وجابر معلمي بيتصل بالظابط اللي بيقول له موافق واجي لك فين وامتى. وجابر معلمي بيحذر ان هو لو حصل حاجه مش هيكفيه فيه كل الناس. وظابط معلمي بعدها راح يجيب ام جابر اللي مش عايزه تشوف جابر اصلا وراح معاه بالعافيه. وصلوا معلمي وجابر مثبت ابن الظابط وبيقول لامه يلا نهرب، فبتقول له مش هروح معاك. والمشهد ده جامد يا معلمي لاننا بنشوف جابر بايده مبررات ان امه ورا كل ده. هي بتقول له انا ما قلتلكش اسرق، فبيقول لها معلمي انت لما خلصت على ابويا هنش عليك حتى تطبق عليا. فبتقول له معلمي انا لو اعرف انت تبقى كده كنت دعيت انت تنزل من بطني ميت. فبيقول لها اسكتي اسكتي انت عايزاني اموت نفسي. فاللحظه معلمي ابن الظابط بيزق السفاح، وظابط معلمي راح يجيب المسدس فجابر بيضرب عليه نار، فالرصاصه بتيجي في ام جابر. بعدها معلمي الظابط يضرب نار على رجل جابر، وجابر معلمي بينزل على الارض وبيروح لامه اللي تقريبا كده معلمي بتموت. وظابط معلمي بينزل في جابر ضرب لغايه لما وشه يغرق دم. وبعدها معلمي تم ايداع جابر في مستشفى الامراض العقليه، طبعا عليه بعد ما صدر ضده عده احكام بالاعدام ولكنها قيد التنفيذ الى الان. بعدها معلمي بنشوف كده حد ماشي في الكادر وصوت جابر بيقول الشنطه هتلاقيها في المكان بتاعنا، واضح كده معلمي ان ده اخوه ولسه عايش تقريبا كده. انا معلمي في جزء تاني في النهايه معلمي المسلسل ده كان جامد وفهمي عمل دور حلو جدا فيه اللي بالتاكيد هيمحي دوره في رجاله البيت. وبس كده معلمي كان معاك زياد شوقي، ما تنساش معلمي تتفرج على الملخصات اللي فاتت. يلا سلام.